مساء الخير عليكم. معاكم محمد ميدو، 29 سنة، 180 سنتي طولي. هقدم النهارده مشهد ارتجال. هو حاجة جديدة عليكم، بس مش عايز ان حد ياخدها ان انا بعمل حاجة مختلفة. لا، انا بعمل حاجة جديدة، ويا ريت ان هي تعجبكم. هي ليها علاقة بالواقع اللي احنا عايشينه. أنا ماشي راجع من شغلي في حتة ضلمة، مفيش حد حواليا خالص، معايا كل حاجتي في جيبي وماشي. فوجئت إن حد طلع عليا بسلاح وقال لي اقف عندك، وقام رافع السلاح على رقبتي. خفت، اترعبت، قلت له انت مين؟ قال لي انا اللي هخليك تروح. خفت، تروحني فين؟ قال لي متخافش، اهدى، طلع اللي في جيبك. انت عايز مني ايه؟ بقول لك طلع اللي في جيبك، طلع اللي في جيبك. والسلاح عورني، جرحني في رقبتي، الدم نزل، شفته، اترعبت، خفت، قلت له ماشي. خد اللي في جيبي. خفت قوي، أول مرة في حياتي يحصل لي كده. أنت بتعمل كده ليه؟ أنت بتعمل كده ليه؟ خد كل اللي في جيبي، خد تليفوناتي، خد فلوسي، خد كل حاجة. جاتلي حالة خوف. الموقف ده لو عدى عليا أنا أموت، أتدفن. لا، أنا مش هسمح إن أنا أبقى ضعيف، مش هسمح إن أنا أبقى ضعيف. خدت منه السلاح، قام مديني في بطني وعورني. انت بتعمل كده ليه؟ عايز فلوس؟ خد الفلوس، بس ليه تأذيني؟ ليه تأذيني؟ جاتلي حالة فزع من جوايا، لا، أنا مش هموت هنا، محدش شايفني ومحدش حاسس بيا. أنا مش هموت. قمت، لازم أقوم، مش قادر. مش قادر، أنا بموت، مش قادر. حرام عليك، ليه أذيتني كده؟ ليه؟ أنا عملت لك إيه عشان تعمل كل ده فيا؟ حرام.